مساء الفل على حضراتكم، حلقة جديدة قوية من بودكاست استغماية. ضيفنا النهاردة أنا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي، بسمعه على يوتيوب بقالي أكتر من 8 سنين في الكتب الصوتية والكتب اللي بتتسجل بالدراما الإذاعية. أنا كنت بحب دكتور أحمد خالد توفيق جدا، فبحب أدور على الحاجات اللي بتتسجل ليه يعني. فاتفاجئت بقى بضيفنا النهارده، عارفين الشخص اللي لا يمكن تتخيله شرير، لا يمكن تتخيله حد مؤذي، لا بالعكس هو دايما طول الوقت لازم يبقى طيب، بس بيفاجئك بقى لما بيمثل حاجه مختلفه او دور شر. في نفس الوقت هو تخصصه بعيد جدا، فيعني هتتعرف عليه اكتر. انا بحبه جدا. اهلا وسهلا يا دكتور اهلا محمد وسهلا صلاح. بيك، اهلا بيك يا استاذ احمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا بجد الحمد انا ممتن جدا انك جيت. بشكرك جدا وشكرا على الفرصه السعيده دي اني اكون معاك في البودكاست هنا ان شاء الله. انا كنت بسالك قبل البودكاست، انت بتمثل دور شر ازاي؟ والله هو التمثيل بيدي فرصه الواحد هو مش هنقول طبعا يطلع الحاجات اللي جواه لان الواحد الحمد لله يعني مش شرير بطبيعته، أها. لكن بتديك فرصه ان انت تجسد حاجات خيالك بيفكر فيها. مهم. تجسد ادوار غير شخصيتك، مهم. تنوع، حبك لان انت حبك للتمثيل نفسه. مهم. ده بيديك متسع، انت عندك شخصيات كتير جدا وانماط كتير جدا من الناس مهم. هتقرا عنها بشكل مكثف مثلا في مهم. القصه او الروايه، مهم. تدرس الشخصيه كويس، فتلاقي نفسك بتعمل حتى شخصيات ابعد ما تكون عنك. مهم. يعني حته القاتل يعني دي عملتها في اعمال كتير جدا، مهم. حتى شخصيات عندها مشاكل نفسيه، شخصيات تحولت من الخير للشر. مهم. آه، بالاضافه طبعا للشخصيات تانية بتبقى محتاجه اكتر لدراسه جوانبها كلها علشان تعرف توصلها للمستمع بشكل كويس. مهم. خصوصا ان التمثيل الصوتي على فكره ناس كتير بتظن الموضوع سهل، لا التمثيل الصوتي اصعب كتير من التمثيل انا لسه كنت هسألك. السينمائي اه، التاني او بيعبر الفيديو او بوشه كده. وبنظراته. بالظبط، انت عندك اه، ادوات كتير تقدر تعبر بيه، وشك، ادواتك، جسمك، ديكورات حاجات. سكتاتك. مم. احنا السكتات يعني ان انت تسكت في اثناء ما انت بتمثل، دي بتبقى صعبه قوي وبتبقى مدروسه جدا. مهم. فانت محتاج ان انت توصل كل الاحاسيس ديت وكل الانفعالات ديت مهم. بصوتك بس. حلو خالص ما شاء الله. بس انا يعني زي ما انا عارف ان انت تخصصك ملوش علاقه بالتمثيل الاذاعي، ولا ده بالعكس انت في حته بعيده جدا يعني. خالص حضرتك اصلا بتشتغل ايه؟ انا خريج اه. علوم اه. قسم كيمياء وبيولوجي، مهم. جامعه عين شمس، خريج مهم. 2001. مهم. واشتغلت الاول في مجال المعامل الطبيه والتحاليل، مهم. وبعد كده اتجهت للشغل في شركه ادويه، شركه الادويه. مهم. انا حاليا مدير مبيعات في شركه ادويه مصريه. ما شاء الله. والحمد لله يعني بقالي في المجال يعني من ساعه ما اتخرجت تقريبا حلو فوق خالص. ال 20 سنه يعني. حلو خالص. انا كمان خريج عين شمس برضو، الكليه والله اللي جنب صيدله على طول. جميل. خريج ألسن. اهلا و... وسهلا. بس بعد 2001 بحاجه يعني مش كتيره قوي يعني. بس وانا كمان اشتغلت برضو مع الصيدليات في بدايه شغلي، بس كويس اشتغلت جدا. كوزماتكس، ما اشتغلتش ادويه. تمام تمام، حاجه تسعدني والله. ربنا يخلي حضرتك يا هو رب. الموضوع على فكره بدأ كمان من اثناء الدراسه، مش اها، التمثيل. مش انا اوكي. اصلا ممثل مسرحي اوكي، في الجامعه. في الجامعه. اوكي. انا كنت في فريق تمثيل جامعه عين شمس، اللي هو رعايه فريق. الشباب بقى اللي جنب سكن الجامعه. بالظبط كنت في امم. الاول في فريق كليه العلوم، مهم. وكنت خدت اتصنفت في المستوى الاول كتمثيل حلو. وانا في ثالثه كليه، وخدوني بعد كده في منتخب الجامعه. ما شاء الله. سافرنا، عملوا منتخب مهم. من 10 ممثلين من كل الكليات. اوكي. كان معانا من ألسن على فكره امم. ناس، وكان معانا من اداب وحقوق وتجاره. حلو خالص. انا الوحيد اللي كنت من كليه علوم. اوكي. كان معانا المخرج اسمه استاذ شادي سرور اللي هو مدير مسرح الهناجر دلوقتي. اوكي. ما شاء الله. وسافرنا تونس، مم. عملنا مسرحيه اسمها ملامح اوكي. لنجيب سرور، حلو جدا. وعرضناها في تونس وخدنا جايزه هناك في المهرجان. حلو قوي. كان مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي. مم. الكلام ده سنه 1999 ما شاء الله. في اغسطس. هذا الموضوع قديم بقى. من زمان الحمد الموضوع لله. قديم جدا. والحمد لله من ساعه ما رجعت برضه انا كنت مكمل يعني، حتى احنا كفريق عملنا فريق تمثيل بره، خدنا بيه برضه ودخلنا بيه مهرجانات جوه القاهره مم. وخدنا جوائز. مم. وعايز اقول لك على مفاجاه بقى قول لي. يعني احنا فريق الكاست بتاع علوم ده احنا آه. يعتبر بطلنا كلنا لما اتخرجنا في 2001، ايوه. اللي انشغل بحياته وشغله ودنيته، مم. لحد ما اتقابلنا قدرا في 2018. ما شاء الله. قابلته في ايه؟ اتقابلنا كان في مهرجان منشية التحرير المسرح،
اوكي. حد من الزملاء القدام كان لسه مكمل شويه في موضوع المسرح ده كده على بسيط يعني، اها فرحنا لقينا العرض ما عجبناش. مش ده اللي احنا متعودين عليه. ايه يا عم في ايه؟ فاتضايقنا جدا ان العرض ما كانش يعني المفروض انه كان زميل قديم، بس العرض كان للاسف دون المستوى. مختلف قوي عن اللي انتوا كنتوا بتعملوه. احنا كنا بنقدم مستوى عالي جدا ما شاء يعني. الله. فقلنا يا جماعه، بصينا لبعض كده والله مم. يلا ايه رايكم نرجع تاني. ورجعنا ما شاء الله. فعلا. كونا فرقه صغيره تاني حلو خالص. وسميناها كيمياء، فرقه مم. كيمياء المسرحيين، كلنا كنا قسم كيمياء كلنا قسم كيمياء. تمام. وعملنا مسرحيه حلو. قعدنا فيها سنه بروفات، واخدين واو. راحتنا خالص. مهم. مسرحيه اسمها الخان. مهم. دخلنا بيها مهرجانات، دخلنا بيها مهرجان الرواد المسرحي. مهم. اكتسحنا كل الجوائز، ما شاء كل الله. الجوائز حرفيا يعني، ما فيش شاء الله. جايزه ما خدناهاش. ما شاء الله. وترشحنا للدخول في مهرجان المسرح القومي. مهم. عملنا عرض محترم جدا جدا، حلو خالص. وكان تقييمات الناس ليه عاليه جدا. حلو للاسف خالص. طبعا ما خدناش جوائز، بس ان شاء الله كان قدام. وهي الفرقه مكمله بقى، بس انا ظروفي انا اليومين دول اللي مش ابقوا عزموني بس لما ان شاء الله باذن طيب الله. احنا خدنا الكلام. ونسيت اسالك تشرب ايه. او انا بصراحه مش هسالك تشرب لا ايه. ما تسالنيش انت فريق انا هجيب لك شويه حاجات تمام وانت شوف هتشرب منها ايه. طيب الله المستعان. يعني عندنا هنا شويه انواع عصاير، تمام. وهي بقى انت هتعيش تجربتك لوحدك، هتصب لنفسك بقى وتدوق وتعرفنا بتشرب طب يا ايه رب ما دلدقش بقى. لا ان شاء الله مش هتدلع. تمام. هيجيبوا لنا زمايلنا هيجيبوا لنا العصاير زي الفل. عندنا هنا سنسور ممكن حضرتك تمد ايديك. تمام. ده كده علبه بلاستيك نازل منها زي حدتين او حاجتين نحاس، دول بيتحطوا جوه الكوبايه. تمام. هنا في زرار في الجنب، حضرتك هترفعه لفوق كده او تنزله لتحت مش فاكر، زرار اهو تطلعه لفوق. ده الزرار في الجنب ده حطه تطلعه لفوق اللي من ناحيتي. برافو جدا كده. واشتغل لما الميه بتقرب او اي حاجه بتقرب هنا بيعمل كده. تمام. وصفاره طويله لما لما الميه تقرب منه. تمام. فانت هتثبته في الكوبايه. تمام. اختار كوبايه مثلا وثبته فيها. تمام. دخل الحديد من جوه او المعدن أيوة من جوه. وبعد كده عندنا بقى 4 ازايز ممكن اقربهم لحضرتك، مثلا انا هقربها لك اهي. ماشي. هو يدخل اكتر من كده ولا لا هو كده تمام. هو ثابت كده. ممكن اساعدك. انا حاسس ان هو مش ثابت. لحظه واحده اساعد حضرتك. لا هو كده ثابت. ثابت. هو كده اخره. ده اخره. سيبه كده خلاص مش هيقع. بص مش هيقع. ماشي. تمام. انا مش ثابت بس. لا بس كده هو كده مش هيقع. هي بس عشان الكوبايه بلاستيك مش معدن. مش معدن. فانا هسند لك الكوبايه بايديا. طيب. هات ايديك كده بعد الكوبايه. ماشي. في ازازه. تمام. هي مقفوله بغطا. ممكن تاخدها. هي انا حاسس انها الحرف. حضرتك ممكن تاخد الازازه. تمام. ارفعها. تمام. افتح الغطا على مهلك وانا هثبت لك الكوبايه. حضرتك بس حاول تتاكد انه بوز الازازه جوه الكوبايه. تمام. انا ماسك اهو. انا ماسكه لك. تمام. مش مشكله. مش مشكله. انا هنجيبها. ماشي. انا السنسور بعيد. صب بقى براحتك. بعيد عن السنسور عادي ما تقلقش. هو متعود على الميه. ايوه. انا بدات احس انك صبيت لما الكوبايه ساعت. كمل. وصلنا بالسلامه. ممكن نقفل الازازه. خلاص كفايه كده. السنسور بيصرخ مش تمام. سيب الازازه دي بقى الكوبايه. حضرتك اتفضل قول لي هذا عصير ايه. احنا شلنا السنسور صح؟ في ايديا. مانجا طبعا. المانجا دي انا بحبها جدا. المانجا يعني الحاجه اللي تعجبك ممكن تسيبها جنبنا ونكملها. كده المانجا تمام. لو حابب نكملها ممكن تسيبها جنبنا ونكملها. ماشي. خلينا زي الفل. اتفضل. ده السنسور. تمام. السنسور. ايوه. وادي الازازه. لو محتاج ان انا اسند لك الكوبايه قول لي. لا انا تمام ان شاء الله. ماشي. اتفضل. الازازه الثانيه اهي. السنسور. تعالى كده. ايوه. ماشي. انا مال حضرتك. هنتعامل بقى عشان ايه؟ سيب الغطا هنا براحتك. انا سايبه هنا. حاطط له مكان كده. عيش حياتك. ايوه. انت خطير يا دكتور. تمام.
كده كفايه. لما تسمع بقى ما انا الصفاره. من غير سنسور، انا هي أوكي. الكوبايه تقلت تمام. دي طريقه اللي انا بعرفها في بيتنا. انا على فكره ما بستخدمش السنسور. ايوه. جيب الرطه. انا محلك. تمام كده. إيه، نشيل السنسور. اتفضل. بسم الله. اللي بعد الجوافه، اللي بعد المانجا على طول جوافه. انا حاسس ان هم مسهلين لك يعني مسهلين لك جامد. لخبطوني، حط لي توت ازرق. حبات القرنفل الاستوائيه. بالظبط. انت عارف في ميكسات غريبه اليومين دول، ده مش عارف ايه على ايه. بالظبط جوافه طبعا. انا ما بحبش الميكسات غير في الجوافه بلبن او بلبن بشوكولاته بس كده. ده هايل ده. انت اه جاي في حاجتين في منتهى الروعه. انا بالظبط. يلا بينا الازازه الثالثه. التالتة قربها. كوباية. هي بقت هنا جنب ايديا. تمام. نجيب السنسور اتمنى بقى ان شاء الله ان الازازه اللي جايه دي تبقى صعبه، عشان ايه عشان يبقى التحدي حلو. يعني، ما عشان احس ان انا ايه عارف اصعبها عليك. بسم الله. والله يا دكتور انت شاطر جدا. هو باين من صوته ان هو حاجة خفيفة مش تقيلة زي مش زي جوافه المانجا. مش زي الجوافة والمانجا. انا هحطهم لك كلهم على بعض المره الجايه. من ريحته كده. نشيل السنسور. ده كوكتيل لا. ولا تفاح؟ لا. لا برضه. لا برضو. ايوه. انا عارفه. هيجي. هو مش يعني في اسمه مش مصري. في اسمه مش مصري. حاجه كده بتاعت اسيا جوه كده شويه. توت والكلام ده. لا. لا لا في اسمه اللي هو اسمه فيه كذا كذا ايه؟ آه، ولا اي حاجة طيب. ايه اقول لك في ودنك؟ غششني اي حاجة. تمر هندي. تقولش حد. تصدق. هو طب. بس اتعودنا على المغشوش فمش عارف. انا عايز اقول لك بقى في اسكندريه، معرفش انت بتيجي اسكندريه ولا لا، التمر في اسكندريه في حته تانية خالص. والله مختلف انا تماما. بعشق اسكندريه. تعالى يلا نشرب تمر انا هندي. عايز اقول لك انا كل كام شهر كده لازم اطلع اسكندريه. انا من هناك. انا عايش هنا بس انا من هناك. ده اجدع ناس والله. ربنا يخليك يا حبيبي. تمر هندي. عادي عادي. عارف لو كان البودكاست بعد رمضان على طول اكيد كنت هفتكر. لان انا عشان كتير في رمضان عندي كله تمر هندي. تسلم. الازازه الاخيره. انا قربتها هنا اهي. تمام. اوكي. بس والله جميله فكره السنسور دي. يعني الاجيال القديمه شويه كويس لما يعني العلم يعني يستغل لتسهيل الامور على الناس. دلوقتي بقى في علم كبير اسمه اسيستيف تكنولوجي، اللي هي التكنولوجيا المساعده. كل بيندرج بقى تحتها كل الادوات اللي بتساعد الاشخاص ذوي الاعاقه. كويس جدا. وحتى الناس اللي ما عندهاش اعاقه، في ناس عندها امراض مزمنه مش عارف ايه، فبرضه بتحتاج اسيستيف تكنولوجي احيانا. تمام فعلا. انا افتكر ان انا كنت قرات عن ابلكيشن اللي هو بتتواصل مع حد لو انت عايز بي ماي ايز يرشدك لحاجه او بي ماي ايز. بي ماي ايز بعمل فيديو كول، الكاميرا الخلفيه في موبايلي بس اللي بتبقى شغاله، والمتطوع بيشوف من الكاميرا الخلفيه انا بوجهها على ايه فيشرح لي. بالظبط. في ابلكيشنز ثانيه كمان بتستخدم الاي اي، بتبقى لذيذه يعني. ده حاجه جميله جدا. حلو كده. ريحتها دي بقى ايه؟ فواحه. انا عرفته وانا هنا، مش عشان هي اخر ازازه، انا عرفته وانا هناك عشان كده يعني. والله شكلي هيحصل فيا زي التمر هندي ان شاء الله. لا. كركديه. لا، هي حاجه لونها افتح بكتير من الكركديه، او
يعني لونها ابيض. صوبيا آه. صوبيا. انت غششتني. يعني بحاول. لا بس صح 2 من 10، 2 من 4 يا دكتور. لا جميل. لا بس برافو يعني، برافو يعني. صعب فكره ان انت تحاول تلقط حاجه بالمذاق بس من غير ما تبص لها. هو انا كنت الاول فاكرها سهله بصراحه، مش هكدب عليك يعني. بس لا، لما برضو تبقى انت مش شايف الحاجه، لا برضو محتاج حته تظبيط الطعم دي. بس اقول لك على حاجه، فرق الطعم انا حسيت انه كبير قوي وانا مش شايف الحاجه. يعني الاحساس بالطعم اعلى. حواس تانية اشتغلت. لما الحواس حاسه بتعطل، التانيين بينشطوا جامد. انا فعلا حاسس بده. حلو جدا. طيب يعني سيبنا بقى المشروبات ويلا نلعب. الله معاك، يلا. انت قول لي، بتعرف تلعب دومنة؟ بس كنت بلعب زمان كتير. بس لعبت وانت مغمض عينيك قبل كده؟ نعم. لعبت وانت مغمض عينيك قبل كده؟ لا. طيب انا معايا هو كده كنت بخسر يعني. انا معايا هنا دومنة، ممكن تجيب ايديك هنفتحها كده. تمام. انا فتحتها. طبعا الترابيزه صغيره فاحنا مش هنعرف قوي نحط كل الدومنة. نحط كلها. فانا هاخد 7 ليا وحضرتك طبعا دي تاخد 7 العلبه ليا. البيج الجميله. انا مش فاكر لونها ايه او مش عارف لونها ايه. انا ممكن اخد 7 ليا وحضرتك تاخد 7 ليك، ولو احتاجنا فالبنك في العلبه. سبعة كده. حلو، انا كمان هاخد 7. ادي 1 2 3 4. هو دايما 7 بيبقوا صف. 5 6. هنرصهم؟ انا في ايديا، لا هو في قدام حضرتك كده. احنا شلت بقى ايه البنك جنبنا هنا في الارض عشان لو احتاجناه ناخد من البنك. اوكي. طيب انت ممكن تقول لي قصدك احنا هنلعب هنلعب دومنا عادي خالص جدا. تمام. فاحنا دايما بنبدا في الدومنا. انت فاكر المصطلحات اللي هو 6 و6 كانوا بيسموهم دش وجوهرياك انت عارف الارقام دي فارسي؟ يعني دش اللي هي 2 6. دو شيش بالفارسي. 6 يعني شيش و2 يعني دو. بانج اللي هي 5. شهار اللي هي 4 اللي احنا بنقول عليها جهار. سه اللي هي 3. دو اللي احنا بنقول عليها 2. ويك اللي هي الواحد عادي. يك اللي هي الواحد. والابيض ابيض. والابيض ابيض. فانا ما عنديش اي حاجه من اللي هي ورقه مزدوجه من ناحيتين. انت شوف ورقك وقول لي. ماشي. لو عندك حاجه فيها ورقه مزدوجه. تقريبا عندي. استنى انا نسيت ابص. لا انا ما عنديش فعلا. لا طلع عندي. اوكي انا بنسى. لو انا معايا 3 و3، لو انت معاك حاجه اكبر منها. معاك حاجه اكبر من 3 و3؟ لا لسه. ثواني. اوكي. ازاي معايا ورقتين زي بعض؟ انا متاكد من ضمن، انا مش شاكك فيها ولا. لو حاببني اساعدك اساعدك. طب شوف كده الاثنين دول. وريني. انت كنت شايف ان هم ايه؟ دو ودو اللي هي دباره. ماشي. دي دباره فعلا. ودي 2. وفي بقى الرقم الثاني مش خانتين بس. يبقى المسهم كده. المس هنا. 1 2 والناحيه الثانيه في 2 كمان. يبقوا كام؟ دو جهار 4. ايوه خدت بالي. اتفضل بقى، دي دباره حضرتك. ماشي. كده عرفت ورقه. ايوه انت عرفت ان انا معايا سيف. لا فور فن يا فندم. انت عارف انا كنت في الجامعه هنا ساكن في سكن الجامعه عشان من اسكندريه. فكانت تقريبا خروجتي الوحيده انزل العب دومنه شويه بعد اليوم الجامعه يعني. عشان مش من الناس اللي بتستهوى اللف في القاهره. لا هو تقريبا لا ما في. طب دي اقول لك حاجه. دي الدباره اللي هي 2 و2. انت اللي معاك ايه؟ انا معايا 3 و3. تحب نبدا بمين فيهم؟ طب استنى، انا معايا الاربعه والاربعه تقريبا. حلو جدا. اتاكد. وريني. ايوه كده فعلا يا دكتور شاطر جدا. فعلا. تقدر في النص 4 و4 اهي. انا المفروض بقى العب في حاجه فيها 4. فدي ما فيهاش 4 ودي ما فيهاش 4 ودي ما فيهاش 4 وديت ما فيهاش 4 وديت برضو ما فيهاش. ايه ده يا دكتور؟ شكلي هسحب. ما فيهاش
فيها 4 و6 كده. اللعب بقى في الارض فيه 4 وفيه 6. 4 و6. انا مش عايز اقطع تركيزك. ماشي، انا في 6 دي. اتفضل، شكرا. اخدها. اوكي، دي 6 و3. ايوه، انا نسيت اسالك 6 انا بغششك ليه؟ المفروض كنت اسالك 6 وكام. طيب انا حطيت 3 و3 فبقت 4 و3. 4 و3. نلمس الخانات مثلا. دي 4 و3 مع بعض. دي مع بعض 4 و3. طيب تحب متأكد نحطها كده؟ ايوه فعلا، برافو. تحب نخليها 4 من ناحيتين ولا 3 من ناحيتين؟ خليها 4. خليها 4. انت كده سحبتني يا دكتور، شكرا جزيلا. انا هنزل اسحب من البنك. اتفضل. يا رب الاقيه. هسحب بالترتيب ان شاء الله عشان ايه محدش يقول علينا بننصب، بس احنا بننصب فانا بنصب. مفيش. لقيت 4 و5. احط هناك كده بقت 4 و5. 4 و5. لازم نخلص الدور كله. لو استكفيت تمام. انت قول لي، طب انت كده بتعرفهم من اللمسات؟ الحفر. من الحفر. هل بسهوله؟ يعني انا فاكر مثلا في الاثنين واثنين واثنين واربعه هو في ما كانتش الاول سهلة. بس محتاج ان انت تعدي صوابعك على كله، يعني على دي كله. ابيض واثنين مثلا. حلو. دي مش عارف باينه في الكاميرا ولا لا، دي 1. ايوه. و 1 و3. اوكي، طب تعالى اديك حاجه راندم من عندي. ماشي. اتفضل. خلينا مش نهتم باللعبه قد ما نهتم تعالى نتعرف عليه. راندم من عندي. اعتقد ده الهدف الاصلي من احنا لا مش بنلعب، احنا بس كده الهدف ان احنا نجرب. ماشي. قول لي دي كام؟ اقول لك دي كام. ابيض. ايوه، ابيض و5. برافو. استنى، انا عايز اجيب لك حاجه صعبه يا دكتور. مفيش حاجه صعبه هنا. ايوه دي صعبه دي، ما اعتقدش انك هتعرفها بسرعه. ابيض وايه؟ وابيض. يا دكتور. شيء هو ليه كل الابيضات جنب بعض؟ ثانيه واحده. عشان قلبك ابيض يعني يا دكتور. بس برضه انا مش هضعف. ممكن نجيب مثلا الكارت ده اخر واحد هنشوفه. ماشي. 1 و2. برافو جدا. عايز اقول لك بقى، وانا قاعد على اي قهوه، احنا ممكن نسيبها على وانا قاعد على اي قهوه طول الوقت بجد بلاقي ناس واقفه حواليا. انت بتلعب ازاي؟ حاطط بجد. وهو يعني انا بحس طبعا، احنا بنحس بالناس حوالينا حتى لو توتالي الناس قاعده مبهوره. ايه اللي حد لو مش شايف، لو انا مش شايف خالص، بس لو حد واقف جنبي فهو قطع عليا الهوا. ايوه. لو انت بتبص على ايه؟ انت بتلعب ازاي؟ طب خد تعالى اوريك بلعب ازاي، اسالني وانا اقول لك. ايوه صح. هو الموضوع مع التعود هيبقى فيه سرعه كمان يعني. حلو جدا. يعني لا بس انا مبسوط جدا انها عجبتك. تجربه لذيذه. حضرتك ما شاء الله كنت خطير جدا في لعبه الدومنه، يعني بجد برافو جدا. حلو خالص. طيب قول لي بقى، لما يعني بدات في مجال الاوديو بوكس، انت المسرح ما شاء الله بادئ من زمان جدا، من التسعينات. تمام. في الاوديو بوكس بقى بدات امتى، وبدات مع مين؟ اول عمل سجلته؟ هو الموضوع ان انا من زمان، انا يعني موضوع القراءه عندي من زمان جدا يعني. بدات قراءه من وانا مثلا في ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي. ما شاء الله. وبدات مع ملف المستقبل ورجل المستحيل. كان في ساعتها ابتدائي احدث اصدار. كان احدث اصدار ساعتها العدد السابع والثامن مثلا. عايز اقول لك احنا اجيال كبيره ودلوقتي بنسمعها لغايه دلوقتي. فبدات مع دكتور نبيل فاروق الله يرحمه. الله يرحمه. وبعدين بقى لما جت سنه 93 دخل بقى دكتور احمد خالد توفيق، فارتبطنا كلنا بسلسله ما وراء الطبيعه. الله يرحمه. فكنت انا والاسره يعني في العربيه مثلا مره كده، في الكلام ده في 2016 2017. كنا مسافرين، فقلت اشوف اي حاجه كده ممكن نسمعها على الطريق. فقدرا لقيت وقع قدامي حلقه الرعب. كانت من انتاج اوديوهات. فريق اوديوهات. كان ساعتها الفريق اصلا اللي عرفته ان الفريق كان لسه صغير، يعني استاذ عمرو يسري كان بيعمل كذا دور في الحلقه، ومعاه مجموعه بسيطه يعني. فعجبني قوي الموضوع، فسمعنا حلقه واثنين وثلاثه،
مؤمن ابني كان ساعتها عنده حوالي 8 سنين 10 سنين، ما شاء الله. فقال لي بابا هو انت مش كنت بتمثل مسرح؟ قلت له اه. قال لي طب اوكي. بتمثل معاهم. اوكي. والله. اوكي، يعني هو اللي اقترح ده. اه والله. والله برافو جدا. قلت له طب والله فكره. اوكي. ورحت باعت على رسائل الصفحه، مم. رد على الاستاذ عبد الرسول، قلت له انا فلان فلاني وكذا وبتاع ومن محبي اعمال دكتور احمد خالد توفيق، كنت مهم. راسم المسرح. مهم. قال لي طب هبعت لك دور كده، سجل الجملتين دول وابعتهم لي. مهم. بعت لي ساعتها دور دكتور محمد شاهين اها. في اسطوره النصف الاخر، اوكي. فسجلت جملتين. مهم. قال لي هايل، سجل لي بقى الدور كله. وراح بعت لي الدور وسجلته. حلو. ده كان نزل في يوليو 2017 تقريبا او 2018، ما مش شاء الله. متذكر قوي. مهم. انا بدات على فكره اسمع اوديوهات في نفس الفتره تقريبا. هو سبحان الله ها. الفتره دي يعتبر ها. فيديوهات كانت بادئه اقل من سنه، ما يعني ما مهم. كانتش بقى لها فتره كبيره. مهم. والحمد لله بعديها بقى جت الادوار ورا بعض. اسطوره التوأمين طبعا هي الجزء الثاني بتاعها، مهم. كذا دور تاني، لحد ما استاذ عمرو بقى قال لي انا عايزك في دور كبير. مهم. بس انا ببعت الدور لكذا حد اها. وبشوف انه حد مين هيكون هيبقى مرتاح معاه اكتر؟ هيأدي افضل مم. شكل يعني. مهم. فلقيته باعت لي اسطوره اخر الليل، اه. اللي هو العدد الاول من ثنائيه الجاثوم. اوكي. فقراته، اللي هو دور كان هاشم. هو اها. كان دور هاء، مهم. كان دكتور احمد خالد توفيق كاتبه هاء، هو سموه هاشم في اوديوهات. اوكي. سجلت، مهم. فبعت له، قال لي تاني يوم رد عليا قال لي انت ان شاء الله اللي هتعمل الدور. مهم. طبعا انا بالنسبه لي الثنائيه ديت اصلا من اكتر الاعداد اللي انا بحبها، مهم. ومن اكتر الاعداد اللي كانت بتخوفني فعلا. فما تخيلتش ان انا اعمل الدور مهم. دوت. بصراحه كان مسؤوليه كبيره. والفتره مهم. دي انا يعني مش عايز اقول لك كان عندي برد، اوكي. وواخد حاجات دافيه وادويه وخوافه حراره، بس بس عندك بسجل. شغف ان انت تسجل وسجلته والحمد لله يعني عمل فرقعه جامده جدا الحمد مع لله. اوديوهات، والناس كتير لحد دلوقتي فاكراه الحمد لله. وبتتكلم عليه. الحمد لله. لدرجه ان انا اتفاجئت مثلا رساله، والله حد مهم. بعت لي من كندا، اوكي. يعني على الاكونت الفيسبوك بعت لي من كندا، قال لي انا شغلي كله سفر ما بين كندا والولايات المتحده، مهم. وسفر بالعربيه. مهم. قال انا بشغلها 3-4 مرات وانا رايح و3-4 مرات وانا راجع. ان شاء الله. فالحمد لله ده من فضل ربنا. الحمد يعني لله. اوديوهات بقت شركه دلوقتي باين. اوديوهات وبقى هو ابلكيشن لوحده. بقت ابلكيشن طبعا تطبيق. الاول كان اه. شغال على اليوتيوب، اها. وبعدين حب ان هو يعني يعمل حاجه مميزه، ان هو يكون مم. اول تطبيق للدراما الاذاعيه. مهم. ودي حاجه بصراحه كويسه جدا، عشان برضو ايه الموضوع يبقى يقدر ياخد الحقوق بتاعت الحاجات اللي بيسجلها. لان مم. طبعا معظم دور النشر او المؤسسه العربيه الحديثه تحديدا شركه مهم. سلاح التلميذ، اها. علشان ياخد الحقوق رسمي، لانه طبعا كان واخدها شفاهيه اها. بموافقه شفهيه من دكتور احمد خالد، يعني ان هو اها. اثنى على سمع حاجات واثنى عليها، الله يرحمه. الله مم. يرحمه. مم. فعشان ياخدها بشكل رسمي كان لازم تبقى على منصه مدفوعه. مم. ورغم كده اوديوهات يعني معلش الاشتراك حاجه بسيطه جدا. ما بسيطه شاء جدا الله. جدا، يعني مش مم. حاجه مكلفه خالص. مم. بالعكس انت بيتفتح لك كل حاجه باشتراك بسيط، يعني شهري او وبس عشان الناس تفهم الفرق ما بين الدراما الاذاعيه والتعليق الصوتي او الكتب اللي هي الاوديو بوك العاديه. الاوديو بوك زي ما انا فاهم انه قارئ بيقرا كل الكتاب. بالظبط. لكن راوي واحد ماسك اه الكتاب بيقرا من الجلده للجلده. اها. بيحاول طبعا يعمل شويه اداء يعني مع تون تغير الشخصيه بقى لو الشخصيات، غضبان فيطلع صوت زي غضب. يعمل مش عارف ايه، بيزعق هادي مم. كده. مم. لكن برضو معلش مش هيبقى زي الدراما بقى لما يبقى شخصيتين قصاد بعض، مم. ميل او فيميل او كده، يتكلموا مع بيبقوا اضافه بقى ممثلين بقى. مؤثرات صوتيه، مم. خلفيات موسيقيه. الكلام ده كله طبعا بيفرق جدا وبينقل العمل نقله تانية خالص. في ناس مم. بتحب من زمان موضوع المسلسل الاذاعي، تسمع المسلسلات الاذاعيه بتاعت الراديو. فبالنسبه للناس دي بتنبسط جدا لما تلاقي حاجه بتقدم لها دراما اذاعيه زي اللي هي كانت بتحبها. مم. وفي نفس الوقت يعني اوديوهات يعني نوعوا في القصص دي. يعني احنا كانت في الاول بادئه احمد خالد توفيق بس الله يرحمه. دكتور احمد خالد توفيق بس. أها. هو ساعتها كان في قناه يوتيوب تانية، مش كل الناس برضه تعرف المعلومه دي او أوديوهات دار. تتذكرها، اللي هي اوديوهات دار. انا عارف انا قديم. بدا ياخد بقى اعمال الناس اللي عايزه تنشر اعمالها كدراما اذاعيه مم. ويخليها على اوديوهات دار، لحد ما اتعمل التطبيق بقى ضم كل ده ما في شاء كيان الله. واحد. انا عايز اقول لك ان انا قعدت فتره طويله كان اوديوهات، وبدا بعد كده ناس تانية كمان تعمل حاجات دكتور احمد خالد توفيق. فانا قعدت انا مش ممكن اتخيل رفعت اسماعيل غير عمرو يوسف. غير عمرو يوسف بجد. بس لا بجد انتوا ما شاء الله برافو عليكم. طيب انا عايز اختبرك بقى
في اعمالك والحاجات اللي انت اشتغلتها. اتفضل. طيب تعالى انا اختبرك بقى في الاعمال بتاعتك. تمام. انت راجل ممثل قدير، فايه اكيد عملت اعمال كتير هتبقى ناسي. قول. طيب انا حاطط هنا اللابتوب بس على رجلي تمام. عشان انا كاتبهم في اللابتوب، وحاطط السماعه في ودني عشان كده مفيش صوت. تمام. طيب اول سؤال. روايه كنت بتمثل فيها دور دكتور شرير وبتعمل تجارب سيئه على البشر. جانب النجوم. جانب يوسف النجوم. منجل. حلو. تاني وروايه تانية. ورواية تانية. في الريف. في الريف. النداهه. لا، مش حضرتك ايه ما ده؟ اشتغلتش في النداهة، لا. عيد بوظ لي الدنيا. بنتج يا باولو. شيلوه من الله. طيب السؤال التاني. رواية انت اقترحت على الكاتبة انها تكون جوه شركة اوديوهات. متق رموزي لسلسلة جنيات دكتور حب فكري. انا كنت انا عيد صديقي هو اللي كان بيساعدني في الاعداد، او حد برضو بيسجل مع اوديوهات. فكنت بقول له انا فاكر، قال لي ومين اللي قالك ان هو اللي قال لها؟ قلت له سمعته في الكواليس بيقول كده. حصل فعلا. الفكرة جات لي وبعتها لدكتور رحاب، وهي من الناس اللي بصراحة يعني الريسبونس بتاعها بيبقى حلو قوي وبترحب بأي فكرة. أنا عايز أقول لك أنا لسه مقترح عليها فكرة، مش هقولها طبعا، اوكي هنسمعها كلنا. بس قالت لي الفكرة دي جامدة جدا ومطرقعة، وممكن في يوم من الأيام تبقى يعني تتنفذ على أرض الواقع. باذن ربنا. ولو إنها صعبة بس جديدة خالص، يعني ما أعتقدش إنها اتعملت قبل كده. حلو جدا. طيب انت متابع حاجات تانية غير اوديوهات؟ بتشتغل تمثيل اذاعي برضو؟ طبعا انا في قنوات كتير شغال آه. معاها دلوقتي برضو. حضرتك متابع مثلا سلسلة سفاري قناة تسجيل؟ طبعا كريم قنديل أها. كان معانا في فيديوهات اصلا. كريم قنديل اللي اشتغلت معاه في اول سلسله جنايات، اول حلقه قيادة ضد الشيطان. اوكي. احنا الاثنين قاتلين مع بعض يعني. قاتلين شاربين نايمين. شاربين نايمين مع بعض حضرتك. لا كريم شاطر قوي 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 يعني. لا شاطر وحد بيعرف يكتب كمان كويس قوي. انا اتمنى ان شاء الله اقابله يعني يوما ما، يجي يقعد على الكرسي. انا عارف ان هو بره مصر فعلا. فان شاء الله لما يجي مصر يعني يجي يقعد على الكرسي ده. باذن الله باذن الله. طيب في سلسله سفاري في حد بيعمل شخصيه دكتور بارتلي، اسمه دكتور بارتلي محمد الجمال تقريبا. لا بارتلي مدير الوحده. ايوه. حاجه طلعت. احمد طلعت. برافو. سام كولبي، عارفه طبعا. البروستاتا كما تعلمون. ايوه. ايه اكتر مكان سام كولبي بيروحوا في الروايات؟ الحمام. ايوه هو طول الوقت. الحمام. انا رفعت اسماعيل سام كولبي لما انا مش عايز اقول لك يعني سام كولبي كان تاثيره عليا فظيع قد ايه والله. سام كولبي كان ساحر يهودي. كان بيقابل دايما الساحر اليهودي النصاب. الغلبان. على فكره احنا لما نهينا في اسطوره حامل الضياء، لما انتهت شخصيه سام كولبي يعني في السلسله بجواب الانتحار، انا عايز اقول لك انا اتاثرت جدا والله. انت عملته ما شاء الله تقريبا حضرتك اللي عملته لوحدك. انا عملت سام كولبي في كل الحلقات. في اخر حلقه اللي هو بيكتب فيها جواب الانتحار وبيودع فيها رفعت، انا كنت متاثر جدا فعلا. الشخصيه اللي الواحد ارتبط بيها، اتعودت بقى عليها وكده. لا برافو جدا. طيب هقول لك منصات او قنوات يوتيوب بتعمل حاجات صوتيه، دراما اذاعيه زيكم كده، وحضرتك اشتغلت معاهم. تمام. فحضرتك هتقول لي 3 اعمال على الاقل مع كل منصه. تمام. اوديوهات 3 اعمال انت اشتغلتهم. انت بتتكلم على اليوتيوب ولا انا؟ اوديوهات بفضل الله يعني انا من الناس اللي بحب اوثق شغلي. فانا اوديوهات عامل معاها فوق ال 120. قول لي 3 منهم دلوقتي. 3 منهم سام كولبي، محمد شاهين، دكتور اسامه الصاوي بعد منتصف الليل. اوكي. نوفيليستا فريد سيف العطار في مذكرات فريد سيف العطار. عماد المنوفي الضابط في مسلسل الكرسي الخالي. الراوي في قصه ابي. الكتاب المسموع دكتور ناجي في الناجي الاخير. الجزئين بتوعها. كنت برضه عملت دور صحفي في اول قصه اسمها قرية الموت، بس مش متذكر الاسم بصراحه. ايه تاني؟ اللهم صل على رسول الله. لا مش فاكر. تعرف ان انا الناجي الاخير انا عاده ما بسمعش حاجه مرتين، الناجي الاخير سمعتها 3 مرات.
والله لا مبسوط انها عجبتك. والهرم المقلوب بجد كان القصه حلوه، اه الكتابه حلوه بصراحه. والست اللي طلعت ميتة في الآخر في حد كان بيوصله فطلعت مش موجودة. فلا بجد كانت حاجة قوية جدا يعني. مبسوط انها عجبتك والله. ربنا يكرم حضرتك يا رب. طب قول لي كده ايه آخر أعمالك للفترة اللي جاية؟ يعني ايه مشاريعك اللي جاية؟ والله احنا برضو اوديوهات في مشاريع جديده بدات فيها، مهم. الجمهور ان شاء الله هيشوفها قريب. مهم. في نوفيليستا بنجهز الجزء الثاني من مذكرات فريد سيف العطار، مهم. لعنة الحرائق. مهم. في برضو أعمال على قناة بارانورمال احنا بنعملها برضو. عارف طبعا بارانورمال. بارانورمال طبعا. مهم. في برضو حكاية تيوب. حكاية يوب حكاية تيوب طبعا. احنا عاملين سلسلة اسمها الدليل الأخير، مهم. سلسلة بوليسية أنا عامل فيها دكتور الضابط رشدي، مهم. انا عارف ده اللي هو غالبا بيشتغل معاك دايما اخو مراتك أخو مراتي اللي هو عامله أحمد فضالي. اه فدي برضو سلسلة كويسة جدا. مهم. وبالنسبة بقى للمشاريع بقى، لو هنتكلم على مشاريع، في مشروع فعلا ايه هو؟ والله احنا فكرنا ان احنا كناس فويس اوفرز، يعني ليا اصدقاء كتير في المجال، مهم. جات لنا فكرة ان احنا وينوت برضو ان احنا زي ما احنا شغالين اكتر في الدراما الاذاعيه، ليه ما نخشش كمان في مجال الكتب الصوتيه؟ مهم. لان احنا جايين اصلا من خلفيه دراميه، اها فالخلفيه الدراميه دي بتساعدك قوي ان انت معلش تبقى غير الراوي الواحد، القارئ الواحد مهم. اللي هو مش ممثل اصلا. مهم. لما تخش انت بقى كممثل في القصه دي، هيبقى عندك طاقة عندك طاقه، وعندك تقدر تتنقل ما بين الشخصيات، مهم. تقدر توصل حاجه قريبه زي الدراما الاذاعيه مهم. براوي واحد. مهم. فعملنا مشروع سميناه مسمع للإنتاج الصوتي. حلو خالص. احنا ما عندناش استوديو، اوكي بس احنا تجمع مثلا تقدر تقول من 7 أو 8 فويس اوفرز. اوكي معانا ناس شاطرة جدا في الهندسة الإذاعية ما شاء وأصحاب الله قنوات موجودة فعلا، ما شاء الله. بحيث إن احنا بنقدم الخدمة ديت لدور النشر مهم. أو للمنصات نفسها اللي هي بتعرض، مهم. إن احنا هناخد منك الكتاب ورقي أحوله لك لملف صوتي، اوديو بوك اوديو بوك بالموسيقى بتاعته، بالمؤثرات، بالكلام ده وهو كله. يشيره بقى في الحته اللي هو عايز انت يشيره بقى فيها. تنشره مم. على اي منصه تعجبك، انا مجرد بنتج لك العمل بنفذه لك مهم. كانتاج صوتي. حلو خالص. وبفضل الله يعني احنا بدانا فعلا، يعني تعاقدنا مع كذا دار، مهم. كتوبيا وفي دار سين هنخلص معاها، وفي كذا دار تانية بفضل الله مرحبين جدا. الموضوع بدأ يعني قبل معرض الكتاب بأيام ما شاء الله. وكانت فترة المعرض الحمد لله فرصة جيدة ان احنا نبتدي نتواصل مع الناس كلها، فرصة بتبقى دور النشر كلها في مكان واحد. مهم. ودعواتكم بقى بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفق انه حضرتك يا رب يعني الواحد بيحاول يعمل حاجه في المجال اللي بيحبه. مهم. والحمد لله برضو يعني بجانب طبعا ده كله بيبقى بجانب كلنا شغلنا، عندنا شغلنا الاساسي لا اللي بياخد من وقتنا. يعني كلنا مم. اوريدي عندنا الوقت اللي احنا بنشتغل فيه، قاعدين لكن بتشاركوا. بنحاول نفرغ وقت للحاجه اللي احنا بنحبها. يعني بالتوفيق يا رب، وان شاء الله تعملوا عظمه، وانا عايز يخليك. اتعلم بقى، خدوني علموني معاكم. يا باشا انت معلم. تسلم يا رب. الله ربنا يخليك. يكرمك. التحدي ده هو التحدي الاخير. انا من وراك رحت لاصحابك وجبت منهم شويه ريكوردات. ساعدني في ده صديقي عيد. وعيد ده صديقك، يعني انا اتبسطت جدا لما كنت بحكي لك في عيد صاحبي عيد محمد عبد السلام. عيد واحد من تيم ادمج اللي هو بيشتغل على البودكاست ده. تمام ف... فانا ممتن له يعني ان هو ساعدني. كويس. فاحنا هنشغل لك الريكوردات، انت المفروض تعرف مين اللي مسجل لك الريكورد ده. تمام يلا بينا. الريكورد الاول. دكتور يحيى الفخراني، الدراما الإذاعية على السوشيال ميديا. أقول إيه؟ أقول الفنان الجميل اللي بيقدر إنه يمتعنا بصوته وبأدائه الرائع، الكوميديان اللي محدش يعرفه إلا اللي بيقرب منه، كوميديان رائع عنده استعداد إنه يضحككم من غير ما يضحك، ومن غير ما تحس ان هو بيرمي إفيه. دكتور محمد صلاح شخصية حقيقي، شخصية رائعة، شخصية محترمة جدا، وشخصية نتعلم منها حاجات كتيرة قوي
على المستوى الإنساني والمستوى الحياتي والمستوى الفني. تحياتي ليه طبعا. مين؟ سعيد عامر طبعا ده حقيقي. حبيبي. انا استاذ سعيد عامر انا بسمعه تقريبا في كل الحاجات. انا اصلا بحب سعيد عامر جدا وبحب اسمع اداؤه جدا. يعني لما قابلته انا كنت متخيله شكل تاني خالص. لما قابلته كنت الاول شفت شويه فيديوز كده، بس لما قابلته ما برضو ما كنت مرتبط في خيالي بشكل تاني خالص مختلف. بس هو شخصيه جميله قوي. انا متخيله حد يعني ما شاء الله، يعني شخص مش طويل. عشان طويل ولا لا؟ طويل. انت كنت متخيل زي ايوه بالظبط كده. لا شخصيه جميله سعيد عامر، فنان. اخر حاجه سمعتها له كان شيطان 59 تقريبا، كان عامل فيها دور الدرويش. فلا تحياتنا للاستاذ سعيد. لا انا بحبه جدا كمان لما بيعمل ادوار اللي هي الصعيدي والفلاحي. بيخش في حته كده جميله قوي. لا ما شاء الله عليه. وهو اتكلم برضو في حته يمكن ايام مسرح الجامعه انا كانوا مسميني في الجامعه عبد المنعم ابراهيم جامعه عين شمس. اوكي. لان انا ادواري كلها ودي المفاجاه كانت كوميدي اصلا. اوكي. يعني فهو يمكن لمس الحته دي لما اتعاملنا بشكل يعني لو بطلتوا قتل وحاجات كده ممكن تعملوا كوميدي. لا ده انت عايز اقول لك هيطلع حاجات حلوه جدا باذن الله. الحمد لله باذن الله. طيب الريكورد الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد صلاح، تحية طيبة وبعد. أنا من الناس اللي اتشرفت جدا بالشغل معاك والله، وأسعدني الحظ إن أكون في أدوار كتير مع حضرتك. دي حاجة كانت جميلة قوي وخطيرة خطيرة خطيرة جدا. يعني واتعلمت حاجات كتير والله، ده حقيقي. ويعني شيء جميل جدا ورائع إنك يكون في فنان عنده هذه التوليفة ما شاء الله، حد عنده علم، عنده مهارة، موهبة رهيبة وخلفية تمثيلية. لا يعني حضرتك ما شاء الله ما شاء الله. أنا من الناس المحظوظين جدا جدا بالشغل مع حضرتك. و يعني بس كفاية بقى عشان إيه عمالة أغير في تون صوتي، فأتمنى إن شاء الله ما تعرفنيش. هي بتتمنى ان انا ما اعرفهاش وانا مش هكسر بخاطرها. انت عرفتها ولا لا؟ انا هخمن. هبه محرم؟ لا مش استاذه هبه محرم. طب اديني اي يعني انا مش عارف ممكن اقربها لك ازاي، بس هي هي بيقولها دكتوره برضو. دكتوره شيماء همام؟ لا انا ممكن اساعدك واقول لك الاجابه. دكتوره سالي دياب. صوتها متغير. صوتها متغير بجد. لا ده سالي احنا اشتغلنا كتير مع بعض. فاهم بقى انت وهي، انت ما عرفتهاش انت مغيره صوتك على فكره، انت بتغشي. لا ده سالي يعني ده احنا اشتغلنا مع بعض الكرسي الخالي يعني كنا نائب. طب ازاي يا دكتور ما تعرفش دكتوره سالي؟ سبحان الله. لا بس الصوت في الريكورد فعلا لا بيتغير شويه. ايش يمكن ريكوردات الواتس انا بسمعها بتبقى مختلفه. لا مش عارف، ما هو ده ريكورد واتس. مش عارف عادي يا سالي بقى عدي. ريكورد رقم 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. هو حضرتك ممكن ما تعرفنيش قوي، احنا ما اشتغلناش مع بعض قبل كده، بس يعني ممكن تعرفني ممكن لا، مش عارف، بس هنشوف يعني ان شاء الله تعرفني يا رب. وبعدين يا دكتور على فكرة انا بمثل وبتاع، يمكن ما مثلش مع حضرتك بس لا بمثل وبعمل دراما إذاعية وكده، فأرجو يعني ان حضرتك تتبناني فنيا، عشان انا محتاج يعني الناس الفنانين الكبار اللي زيك يحتضنوا المبتدئين الهواة اللي زي حالاتي. فيعني تبناني يا دكتور ولن تندم ان شاء الله. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه، وانا مبسوط جدا والله ان انا ببعت لك، ويا رب تعرفني بقى او ما تعرفنيش، يعني ربنا يسهل ربنا يسهل. الله اكبر. مين صديقنا؟ عيد عبد السلام طبعا. لا هو انا عارف صوته بقى من ان هو كان ما شاء الله من الناس النشطه جدا في ريفيوهات الحلقات اللي كانت بتنزل صوتيه على الاوديوهات. اوكي. كان من الناس اللي ما شاء الله يعني بيبقى ليه وجهات نظر حلوه قوي في الريفيوز بتاعت الحلقات. انا اصلا عرفتك اهو. يلا. انا مره سمعت حاجه كده، كان حاجه على الالف الفرعونيه القديمه، هو كان عامل
هتحور بتاع مش فاكر حاجه كده يعني. مم. فرحت بقول له الدور كده كان حلو قوي، فقال لي انا اللي عامله يا ابني، انا اللي عامله، وسجل لي حاجه بصوته كان لا مغير هو صوته عيد ما شاء الله بشكل شاطر فظيع يعني. واشتغل على فكره مم. في قناه تسجيل كذا حاجه سمعت له حاجات كتيره في حاجات في تسجيل. السفاري هو بعتوا لي الساعه 3 الصبح، فانا سمعته وبعد كده رحت داخل نايم الصبح بقى بتفاهم معاه في الوقت. ربنا يوفقه. يا رب. طيب الريكورد الاخير، ليفل الوحش. خد بالك الراجل ده لو ما عرفتوش هيبقى عندنا مشكله. يا محمد يا صلاح، ازيك يا محمد بيه؟ بص انا بسجل وعندي برد، واشوف هتعرف مين بيكلمك ويبعت لك ولا لا. كل سنه وانت طيب يا دكتور، ويا رب رمضان يعود عليك بخير وعلى الاسره الكريمه وعلى كل حبايبك. جمال حدد. انا بعشق الراجل ده. ده حبيب قلبي والله جيمي. آه. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وشكرا على كلامك، ربنا يخليك يا رب. انا خفت منه من ساعه الريكورد. لا ده هو جمال صوته مميز، وسبحان الله انا عايز اقول لك في معايا زميل من الجامعه اسمه محمد كمال. كان معايا في فريق تمثيل الجامعه، وكان من الناس اللي خدت اول جامعه، ما شاء وكان الله. من الناس اللي غول تمثيل حرفيا. انا عايز اقول لك صوته بالظبط نفس صوت جمال حداد، لدرجه ان احنا وعنده نبره صوت عاليه جدا، لدرجه احنا كنا مره بنعمل بروفات في مركز شباب العروبه اللي في مصر الجديده. هتتفاجئ، بس جه تليفون للمركز شباب العروبه، محافظ السويس بيشتكي من صوته العالي. مستغرب صح؟ والله حصل. انت طبعا مستغرب ايه اللي جاب السويس اللي جاب بعدينا ب3 عمارات، في عماره عاليه كده اخر دور، في الدور 14 ساكن هناك محافظ السويس. اوكي. فاتصل ايه الدوشه اللي جايه عندكم بسبب صوت محمد كمال، صوته بالظبط نفس صوته. فصوته مميز. جمال ما شاء الله يعني من الناس اللي الواحد مبسوط جدا انه اشتغل معاها، ومن الناس هو وسعيد من الناس اللي بستمتع جدا، وسالي طبعا من الناس اللي بستمتع فعلا بأدائهم وبشغلهم. انا اخر حاجه سمعتها له كانت ما اعرفش هي متسجله قريب ولا قبل كده يعني، كان عامل دكتور شخصيه الدكتور في روايه غالبا كان الشيطان يعني دكتور لوسيفر، بس هو ما قالش انه اسمه لوسيفر، وانه بقى بيخاطف الناس في حته وبيحاسبهم وحاجه كده. فلا عبقري. ده فين؟ مش فاكر اسم القناه. كل حاجه بتدخل في بعضها. ممكن في اوريجو بقى. ممكن اوريجو. وسمعت له كمان حارس. طبعا كانت هايله. لا ما شاء الله خطير يعني. وطبعا دور الضابط في شربيني. في جنيات شربيني حبيب قلبي. موضوع الكبده والصدوق ده والحاجات. السجق كبده والصدوق ده باسم بقى. باسم امين. ايوه بالظبط. لا يعني خطير يعني بجد. دكتور انا ممتن جدا جدا حضرتك شرفتنا النهارده. الله يخليك. وقول لي سالي بس ما تزعلش، لان هي كده الوحيده اللي ما تعرفش عليها، بس انت اللي صوتك متغير. دي مشاكل يا دكتور، ما تبررش يا دكتور. يعني خلاص ما عرفتش يا دكتوره سالي، اتحاسبوا يعني. ربنا يستر. لا بجد بجد شكرا انك حضرتك شرفتنا. انا اللي متشكر والله، وفرصه سعيده جدا، ويعني مبسوط على الاستضافه الجميله دي. تسلم يا رب. وبصراحه يعني سواء انت يا احمد او استاذ احمد الشاعر او الزملاء يعني مجهود جميل، والفكره عجباني جدا جدا، والفقرات نفسها اللي جوه الحلقه لا مميزه. تسلم يا رب. جديده، وان شاء الله يكون عمل نجاح وموفق باذن الله. طيب متخيل الديكور اللي احنا قاعدين فيه عامل ازاي قبل ما تشيل الكفر؟ لانه خلاص احنا بنروح. يعني واضح من الكرسي ان الدنيا سيمبل جدا. تمام. مفيش بقى انطريه او حاجات كبيره كده، لا ترابيزات بسيطه، حاجات في الخلفيه ممكن تبقى ديكورات كتب مثلا او رفوف او حاجه كده، لوحه مثلا. اوكي. فازه يعني. أوكي. ده يعني. طيب تعالى نشوف. نخلع القناع. نخلع ونشوف. شيل هيبقى الموضوع صعب. خد وقتك يا خبر ابيض. مش قادر افتح اصلا. على مهلك. ده الموضوع طلع ابسط من كده. لا بس عشان جميل جميل جميل. ده يعني زمايلنا ما شاء الله عملوا الحاجات هنا وظبطوها. بس بسيط وجميل جدا. يعني شكرا يا دكتور. طب قول لي كده حضرتك يعني كنت حاسس بايه في الحاجات المختلفه، التحديات بقى، بندوق وبنلعب وبنسمع حاجات؟ والله هو الموضوع لا فعلا الموضوع مش سهل زي ما كنت متوقع. يعني كنت متوقع الموضوع سهل ان انا اتعرف على الاطعمه،
مهم. الحاجة طبعا يمكن حتى الدومنة أنا اتلخبطت في الأول في حاجات، اه. لكن مع الممارسة مهم. الموضوع بيختلف. يعني مهم. أعتقد التعامل مع أول كوباية غير التعامل مع آخر كوباية مثلا. صح. اتعاملت مع سنسور كويس، مهم. الإزازة، الغطا، مهم. لا الموضوع بيختلف. بالظبط. تجربة تخلي الواحد حتى يعيد تفكير في حاجات كتير. والحواس التانية بقى اللي اشتغلت انت، يعني ما شاء الله سامعك كويس. الحمد لله. ما ما شاء هو الله اكبر. ده اللي بيحصل، ان ذاكرتك فعلا الصوتية الانتباه الحواس التانية بيزيد، مم. وده اللي انعكس فعلا ان احنا قدرنا نتعامل مع اي بالظبط. حاجة تانية ود- بشكل كويس. بالظبط. وده اللي احنا بنقوله. انا ممكن ما بقاش شايف مثلا حاجه، بس مدركها بحاسه تانية. مدرك مثلا ان انا في مثلا ان امي بتعمل اكل في البيت من الريحه، من من الريحة. السخونيه بتاعه المطبخ، مش عارف حاجات كده. الاحساس بالناس اللي حواليك، انت ممكن اه تحس ان في حد جنبك او بالظبط. حاجة. انا ممتن جدا لحضرتك يا انا دكتور، اكتر والله. واتمنى ان شاء الله يعني نقابلك تاني كتير جدا. ان شاء الله ويعني باذن كانت الله. حلقه خطيره. يسعدني. شكرا جدا لحضراتكم. استنونا في الحلقة الجاية من بودكاست استغماية.